كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. بصوا كبداية، لا بعلي على حد، لا بخبط في حد، ما اقصدش حد بعينه، مش بلمح على حد، وماليش انا في الشغل ده خالص. رمضان داخل، وبدأت من قبل رمضان بحوالي اسبوعين تجيلي انا او اللي ماسكين الشغل عندي مسجات ان احنا عندنا افتتاح، البادجت كام عشان تحضر خيمة، عايزين نبروموت للخيمة الفلانية في المكان الفلاني، اول ويك اند في رمضان هنجيب المطرب الفلاني ومش عارف مين. عشان ابقى واضح وصريح جدا، عشان الناس بتفتكرها تناكة. انا منبه على الناس اللي ماسكه الاكونتس عندي، وانا شخصيا انا ضد الخيم الرمضانيه كلها. اي خيمه بتجيب مطرب ويلا نشيش ويلا نعمل، انا كوليد ضدها. هل اللي بيروحها وحش؟ لا. هل اللي بيعملها وحش؟ لا. لا بحكم على حد، كلهم اصحابي وحبايبي، كلهم ناس حلوه، ربنا يوفق الجميع. انا كوليد، انا انبساطي ان انا بعد الفطار اقعد مع عيلتي، لو هقدر اصلي تراويح اصلي قيام، لو مش هقدر اتفرج على مسلسل في البيت تمام. ولو حد شافني قبل كده زمان في خيمه فانا كنت غلطان. طيب لو حد شافني السنه دي في خيمه فانا برضو غلطان. يعني قد يكون بقى الالتزام عائلي، قد يكون ان انا مجبر اروح، حتى لو مش مجبر وغلطت فانا مش ملاك. لكن هل هطلع ابروموت لحاجه زي كده من عندي واقول للناس روحوا وده مكان الخيمه وهتجيب المطرب الفلاني يوم كذا؟ انا مش هعمل كده. انا بعتذر لكل الناس اللي بعتها لي تقول لي عندنا خيم، كلكم حبايبي كلكم اصحابي، مش بعلي ومش بقول ان انتوا وحشين، مش قصدي اي حاجه سيئه خالص. لكن انا كوليد مش هشجع الناس ان هي تعمل حاجه زي كده، حتى لو كنت انا يعني زمان عملت، او السنه دي محدش عارف اللي جاي ايه. بس دي وجهه نظر شخصيه بحته. لا بحث على حاجه ولا بشجع حاجه، وده رد على اي مسج هتجيلي بكام الخيمه والاعلان على الخيمه. انا مش بعلن على الخيم تماما. ومش فاكر اذا عملت كده زمان، بتهيألي من سنتين عملت كده، كنت غلطان غلط كبير وندمان عليه جدا. بس وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. بعد الفطار في صلاه تراويح، في صلاه تهجد، في قعده في البيت، في صفاء ذهني، مش عايزين نبوظه في رمضان بحاجات يعني ممكن تتعمل بعد رمضان اذا اتعملت. ممكن يجي حد مثلا في الكومنتس يقول لي يا وليد انت كده ما تقول ان الغلط غلط وقول ان الصح صح. هو الغلط باين والصح باين وكل الناس عارفه، ومعنى ان انا مش بشجع الناس ان هي تروحوا ان هو حاجه من وجهه نظري الشخصيه مش صح او مش ماشيه مع الشهر الكريم. لكن انا ما بحبش اطلع اقعد اعلي على الناس واقول صح وغلط بينما انا بعمله. انا مش الايمج اللي تقول صح وغلط. انا بقول دايما في اي حاجه في السوشيال ميديا انا بقول وجهه نظري الشخصيه اللي ممكن تتغير بكره. فزمان مثلا كانت وجهه نظري ان عادي يا عم ما فيهاش حاجه خيام، ورحت فعلا، وكان في عنبه حتى في الخيمه، كانت في التجمع انا فاكر من سنتين رمضان 22. دلوقتي انا وجهة نظري اختلفت وشايف ان ده غلط. شايف ان ده بالنسبه لي انا كوليد غلط ان انا اطلع بروموت خيمه ويلا يا جماعه يعني انا بدخل الخيمه بطلع منها بره المود بتاع رمضان خالص. ناس قاعده تشيش مزيكا وناس قاعده ترقص، ناس بتصور ستوريز، واللبس في الخيم ما بيبقاش متناسب مع، مش بحكم على لبس، لكن انا كوليد في رمضان في صوره معينه كده في الباك مايند، دي اللي انا عايز اعيش حواليها. انا حر زي ما انت كده في رمضان بتجيب زينه رمضان تحطها في بيتك، انا في صوره معينه بحب احوطها بنفسي، لما بطلع منها المود كله بيخرب معايا، وانا لو رمضان مود يوم خرب بيأثر على يومين تلاته. انا حر، يعني انت فاهم قصدي، انا حر. طب افرض انت الفيديو ده زعلك، ازعل. يعني خلاص انا كده بقى ايه، طبلت بما فيه الكفايه. وزي ما اتفقنا زي الفيديو اللي فات ان انا بمشي في حقل الغام عشان ما اعكش في الكلام، حاسس ان انا في قلب ستيكرز الواتساب عشان ما اختارش ستيكر غلط. فدلوقتي افرض كل اللي انا قلته ده زعلك وهتخش بقى تكتب لي شيم اون يو وانفولو، امشي انف يا سيدي. انا اصلا اخر مره حد قال لي انفولو قلت له هعيش ازاي من غيرك؟ خلاص يعني خلاص بقى، ما تقول لي يعني عايز تعمل انفولو اعمله من غير ما تقول لي. داخلين على شهر حلو، مودنا هادي، الدنيا حلوه. انا شايف من وجهه نظري رمضان بعد الفطار شهر عباده. رمضان شهر هم 30 يوم، مش هضيعهم انا في خيمه، ومش هاخد فلوس ان انا بروموت للناس يروحوا يرقصوا في الخيمه دي والناس التانيه قاعده تصلي التهجد. انا حر، انا حر. انت عايز تبروموت يا سيدي اشتغل على نفسك، خلي الناس تعرفك وروح بروموت. ما تجيش يعني ما تعليش في كونسبت اصلا يعني بناؤه غلط في المجمل. وفي كل الحالات عايز انهي الفيديو ده بكلمه واحده: لو محتار في حاجه ما تسالنيش، اسال شيخ لو في الدين. لو محتاره في حاجه في علاقات عاطفيه ما تسالنيش، اسالي مختص. ما تسالنيش انا في اي حاجه غير في الكونتنت وفي الهندسه. اي حاجه تانية انا بقولها تمثل وجهه نظر شخصيه، انت غير مسؤول عنها، انا مسؤول عنها حتى الان. بس كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، ان شاء الله يبقى شهر حلو علينا كلنا.